بما ان الكرنب البلدي بقى موجود دلوقتي، تعالي ما اقولك انا بعمله ازاي بطريقه مفيش احلى ولا اسهل من كده. يلا اعملي لايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد والكل يستفاد. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا بسرعه نشوف الجمال ده كله اتعمل ازاي. اول حاجه بدات بيها هي الفراخ. جهزت لها محلول النقع بتاعها، عباره عن ميه فيها معلقه كبيره من السكر ومعلقه كبيره من الملح وليمونه، وبعصرها وبحط القشر بتاعها، معلقتين او 3 كبار من الخل، واي توابل حصى عندك، قرنفل، حبهان، ورق لورا، وعود قرفه خشب اللي موجود عندك. وبعد كده سبت الفراخ في محلول النقع لمده ساعتين. لو عندك وقت، ما عندكيش وقت، اقل حاجه خالص ساعه. بعد كده المحلول النقعي ده بيفرق قوي في طعم الفراخ، بيديها طعم حلو قوي، بيفرق قوي، بيخلي ما بين اللحم والعظم مفيش اي دم، بيخلي لحم الفراخ لونه ابيض، فبيفرق قوي قوي الصراحه في لحم الفراخ. بعد كده بعد الساعتين صفيتها كويس من محلول النقع، وبعد كده بدات اجهز لها بصلايه عليها ملح وفلفل اسود، ودعكتهم كويس جدا مع بعض. وبعدين بعد كده بدات احشي الفراخ بالبصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعملت فتحه ما بين الجلد واللحم وبدات احشي الفراخ. وبعد كده تبلتها من جوه ومن بره بالشكل ده، وبعد كده قفلت دبابيس الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده كنت رافعه حله على النار فيها ميه، ونزلت فيها ببصلايه وطماطمايه وملح وفلفل اسود ومكعب مرقه وحبهان وورق لورا. واول ما الميه تغلي كويس قوي انزل بالفراخ، ما بنزلش بالفراخ والميه تكون بارده، تغلي كويس احط الفرخه تغلي حلو، وبعد كده اقوم مهديه النار لحد ما الفراخ تستوي. نيجي هنا بقى للكرنب. دلوقتي انا بدات اشيلت راس الكرنبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده بدات اشيل الاجزاء اللي هي الورق الكبير اللي من بره بالراحه كده خالص، هيطلع معايا بكل سهوله. الجزء اللي جوه انا كنت نزلت فيديو قبل كده ان انا بحط الكرنبايه وبضغط عليها من كل جنب، الورق كله بيتفكك من بعضه. اللي عايزه ترجع للطريقه دي في فيديو ليها. ودي طريقه تانية، باخد القلب بتاع الكرنبه بنزل بيه في الميه السخنه وهو هيفك من بعضه زي ما هتشوفوا دلوقتي. رفعت ميه على النار، اول ما تغلي نزلت فيها بشويه ملح ومعلقه صغيره من السكر، ولو حابه تزودي رشه كمون بتديها برضو ريحه حلوه قوي. بعد كده بدات انزل بالورق الكرنب، يا دوب انا ما بيسيبوش كتير، من دقيقه لدقيقتين لو الورق خفيف. لو الورق اللي هو بيبقى فيه تضليعه كده او سميك شويه بزود اكتر، يعني بيدخله في دقيقتين ونص 3 كده، لحد ما احس ان الورقه طريه معايا، لا عايزاها تتقطع مني ولا عايزاها تبقى لسه سميكه قوي معايا بتشد. وكده كده انا لما بطلع الورق بحطه على بعضه، سخونيه الورق بتكمل التسويه بتاعته. هو ده الجزء القلب بتاع الكرنبه اللي انا كنت بقول لكم عليه. اول ما بينزل في الميه السخنه هيسيب كده كله من بعضه وفككه بالراحه. لو الحله بتاعتك كبيره وتنفع بعد ما تفكيه هتاخده كله مره واحده تمام، ما كانش هتطلعي جزء منه بعد ما تفككيه وتسلقي جزء، وما يطلع تقومي نازله بالجزء اللي بعده، وهكذا زي ما انتوا شايفين كده. الموضوع سهل قوي، مبياخدش وقت خالص، هي بس خطوات انتي رتبيها ورا بعضها هتلاقي كل الموضوع ساعة واحدة تلاقيكي خلصتي كل حاجة. عايزة افكركم لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو تشوفيني على الفيسبوك او التيك توك. ده كده باقي الورق اللي انا شلته، بدأت انزل بيه تاني. هنا بقى هجهز خلطة المحشي. عايز تحطي سمنة على زيت تمام، عايز تحطي قطعة زبدة على زيت تمام، انا بعمله بزيت عشان يبقى خفيف. حطيت شوية زيت ونزلت عليهم ب5 بصلات مفرومين، مش عايزاهم ناعم قوي، انا عايزاهم متقطعين قطع صغيرة. انا بحط لكل كوباية رز بصلاية، انا كنت هعمل 5 كوبايات رز. وهبدأ اشوح في البصل. هنا كانت الفراخ غليت كويس قوي فهديت عليها النار، فكنت بس بوريها لكم. ورجعت من البصل كملت تشويح فيه، شوح البصل لحد ما يبدا ياخد اللون الذهبي. انا عايزه الزيت بتاعه والماده الدهنيه يبقى كويسه، يعني انا بقلب البصل تبقى الماده الدهنيه باينه عشان المحشي في الاخر يطلع الرز بتاعه مفلفل بعض.
اول ما بدا ياخد لون زي ما انتم شايفين كده، نزلت عليه بعصير طماطم انا ضرباه في الخلاط، يعني مش مصفياه من القشر ولا بذر ولا اي حاجه، حوالي كيلو الا ربع زي ما انا كاتبالكم على الشاشه. وبعد كده غطيت لحد ما الطماطم اتسبكت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. رفعتها من على النار على طول ونزلت عليها بخضره مشكله حوالي ربطتين كبار، مشكله بقدونس على كزبره على شبت، متقطعين طبعا قطع صغيره، و5 كوبايات من الرز. الكوبايه اللي استخدمتها هي كوبايه المج الشاي العادي. وقلبت كويس. التوابل استخدمتها هي ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا. هقلب كله كويس قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولو لون الخلطه في الاخر ما كانتش احمر كفايه، ممكن تدعميها بمعلقتين كبار من معجون صلصه الطماطم. انا هنا نقلتها في بوله من ناحيه علشان تبرد، ومن ناحيه تانية علشان افضي الحله، لان دي الحله اللي انا هلف فيها المحشي. نيجي بقى تقطيع الورق. كان برد. انا بقطع الجزء العريض اللي هو بالشكل ده. انا مش برميه على فكره، انا بحطه في المخلل مع مخلل اللفت، بيبقى تحفه. ببدا الف الورقه رول بالشكل ده وابدا اقطعها بالسكينه، وبقطعها مربعات متساويه بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا الورقه معايا بتطلع متماسكه، يعني هي مستويه بس مش مهريه. شوفوا وانا بقطعها الورقه متماسكه معايا. حلوة قوي كده. حاولوا تعملوا الكمية كلها، الورق تقريبا قد بعض، عشان صوابع المحشي في الاخر بالتقريب يعني بتطلع قد بعضها. هكرر هنا نفس الموضوع. بشيل الطرف السميك ده والفها كده، والف الورق رول، وابدا اقطعه على حسب حجم الورقة. يعني لو مش كبيرة قوي ممكن اقطعها 2، لو كبيرة بقطعها على 3، وافتح واحدة واحدة وبقطعها مربعات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو انتي مش هتعرفي بالتقريب كده تطلعي كل ورقة قد التانية، ممكن تحطيهم على بعض. الورقة ما بتبقى خفيفة قوي وطويلة ما بقطعهاش، بتني طرفها، بتني جزء منها، عشان لما اجي احط خلطة المحشي ما تقطعش مني وانا بلف، تبقى ماسكة نفسها شوية. انا مبطئة الفيديو ومبينه لكم كل الخطوات عشان تبقى كل حاجة واضحة قدامكم. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة. انا هنا كنت خلصت الكميه كلها. انا سبت الورقتين من الاخضر ما قطعتهمش عشان افرشهم في الحله من تحت. شايفين ورق ماسك نفسه ازاي، مستوي. اما اجي اشده كده مش مهري، مستوي ومش مهري. هو ده اللي انا عايزاه. حلو قوي كده. الورقتين الخضر اللي انا قلت لكم عليهم فرشتهم تحت في الحله. هبدا بقى الف. لف مفيش اسهل منه. بحط الخلطه في طرف الورقه، وبعد كده الفها رول. اي رز زياده على الاطراف على الجوانب انا بشيله، بس كده. واحده تانية اهي. بشيل كل الرز من على الاجناب ومن على الورق من بره. الورقه بخليها مش طويله قوي ومش صغيره. شايفين؟ هلف معاكم شويه حلوين علشان تبقوا انتوا شايفين كل حاجه. يعني دي ورقه ليها طرف خارج من بره كده، تنيت الطرف وكملت لف عادي جدا. اي جزء زياده بدخله جوه بتنيه. لف ورق الكرنب مفيهوش اي حاجه. طب دي ورقه رفيعه بس طويله، اتنيها نصين. ما بهدرش في الورق ومش برمي ومش بقطع منه اي حاجه. لو مشيتي على نفس الخطوات هتحسي ان الموضوع سهل خالص، والموضوع مش هياخد منك اي وقت. انت اللي بتحكمي في الورقه وانت بتلفي. لقيتي ورقه فيها جزء زياده من بره بتتنيه وبتكملي لف. لقيتي ورقه خفيفه بس طويله بتتني طرفها من فوق. دي برضو تنت. هاتني نص جزء منها من فوق لانها كانت خفيفه، واحط عليها الرز واحط عليها الخلطه والف. اهم حاجه بتاكد ان مفيش اي رز ولا اي رز زياده في الاجناب ولا على الورق من بره،
دي ورقة كانت صغنونة ما برماش، بحطها جوه ورقة كبيرة واكمل لف عادي. ورقة تانية اهي فيها التضليعات دي سميكة شوية عادي، بحط فيها وبلف عادي جدا، تستوي بتبقى زي الفل ومبتفرقش حاجة عن بقية الورق. دي برضو تنيت الجزء اللي فوق منها وابدأ احط الخلطة والف عادي خالص. خلاص كده انا هخلص كل الكمية وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. انا هنا خلصت الكمية كلها، شايفين صوابع المحشي كلها ما شاء الله قد بعض ازاي، تحفة يا جماعة. يلا بقى على التسوية. معايا شوربة تكون سخنة جدا، انا صفيتها، انا بحب اصفي الشوربة سواء لها فراخ او لحم، بصفيها وبعدين بعد كده بحط عليها معلقة صغيرة من صلصة الطماطم، بحط عليها نص مكعب مرقة وبظبط الملح بتاعها واحط الشوربة. اهم حاجة وهي سخنة مش بغطي الصف الاخير في المحشي، يعني يا دوب بحط شوربة لحد المستوى بتاع الصف الاخير بس، واغطي عليها لحد ما تغلي كويس من كل ناحية. يعني لو الحلة بتغلي من ناحية ومش بتغلي من الناحية التانية انا بلف الحلة. النار تكون متوسطة، ما تكونش عالية قوي عشان ما تشيطليش الطبقة اللي تحت. بيغلي كويس ازاي من كل جنب، هغطي عليه وهدي النار خالص واسيبه يستوي. هياخد حوالي من ساعة الا ربع ساعة. طبعا هتشري هتبصي عليه لحد ما يستوي. دلوقتي الفرخة كانت استوت، انا دهنتها معلقة كبيرة من الصلصة، خففتها بس شوية من الشوربة وملح وفلفل اسود ومعلقة زيت علشان تدي الفراخ لمعة حلوة بس كده، وهدهنها بيهم وهدخلها الشواية. اظن الموضوع سهل قوي يا جماعة، الموضوع مفيش اسهل من كده. هنا بنقلها بس في صينية عشان ادخلها الشواية. اول ما تتحمر من ناحية هطلعها واقلبها الناحية التانية واكرر برضو نفس الخطوة ان انا ادهنها بالصلصة برضو وادخلها الشواية تاخد اللون المظبوط زي الناحية الاولانية. ورجعت دخلتها الشواية تاني، وهنا كان المحشي استوى وبقى رهيب يا جماعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. صوابع المحشي فضلت بنفس شكلها ودايب جدا المحشي وطعمه رهيب. تعالوا بقى نغرفه مع بعض. والفراخ شايفين لونها عامل ازاي، وعملت جنبه محشي بتنجان وفلفل. انا كنت منزله لكم الوصفه بتاعته قبل كده وهبقى اعمله معاكم مره تانية. استناكم تجربوا طريقه المحشي بتاعتي وتقولوا لي رايكم فيها وباذن الله تعجبكم. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واخيرا ما تنسوش اللايك والشير.